كم مرة لقيت نفسك بتقول بعد شوية، بكرة، الأسبوع الجاي؟ النهارده هنتكلم عن التسويف، واظن احسن حاجه ابدا بيها الحلقه التسويف. حد ممكن يسالني اشمعنى التسويف؟ لان انا مسوف على الحلقه دي بقى لي اكتر من كام يوم. التسويف الحاجه اللي بتسرق وقتك ونجاحك وانت مش واخد بالك. طب ايه هو التسويف؟ التسويف هو انك تاجل حاجه مهمه وتعمل حاجه اقل اهميه. بس السؤال، احنا ليه بنسوف اصلا؟ علم النفس بيقول لك ان في اسباب كتيره جدا بتخلي الواحد يسوف. الخوف، خايف تبدا لانك مش واثق انك تنجح اصلا. الكمال الزائد، مستني اللحظة المثالية اللي عمرها ما هتيجي، وفي سنة جديدة داخلة علينا، ده مش بيفكرك بحاجة؟ ورقة أهداف السنة اللي فاتت اللي اترمت دلوقتي. التشتت، بسبب السوشيال ميديا بتسحب وقت كتير جدا من وقتك، وأكتر حاجة بتخليك تسوف. بسبب السوشيال ميديا احنا بقينا نتشتت بشكل أكبر من الأول. طب ازاي نواجه التسويف؟ خليني أقول لك 3 خطوات بسيطة تواجه بهم التسويف. ابدأ بخطوة صغيرة. لو المهمة كبيرة قسمها لأجزاء صغيرة وابدأ بجزء واحد كل يوم. حدد وقت معين. استخدم تقنية زي تقنية البومودور، ركز 25 دقيقة وخد راحة قصيرة 5 دقايق مثلا عشان تسمع فيهم الفيديو بتاعي. كافئ نفسك، كل مرة تخلص حاجة كافئ نفسك بمكافأة صغيرة، مكافأة بسيطة تسعدك أو تحفزك إن أنت تكمل. مش مهم إنك تنجز كل حاجة في يوم واحد، المهم إنك تبدأ وتستمر. لو فضلت تأجل هتلاقي حياتك كلها اتأجلت. افتكر دايما، الوقت مش بيستناك، التسويف هو عدوك، والمفتاح في إيدك إنك تقاوم. اشحن إرادتك وابدأ النهاردة مش بكرة. لو عجبك الفيديو ما تسوفش انك تعمل لايك واشترك في القناة وشارك الفيديو مع اللي تعرفهم، وخلينا كلنا نقاوم التسويف.